البارح وانا خارج في امان الله خرج لي على غفله واحد الموطور راكبين فيه جوج ديال الشباب وكانوا ناويين انهم يقطعوا الشانطي بداك الموطور ويطلعوا فوق التروطوار وشويه ما كنت غادي ندخل فيهم لولا اللطف ديال الله. مؤخرا ولينا كنسمعوا كنشوفوا حوادث السير كل نهار وكل ساعه لدرجه انه رجع الموت بالمطر كيشكل تهديد كبير بزاف على العدد ديال الرجال. والارقام اللي غنقول لكم دابا شويه غتخلعكم ديال بصح وغنقول لكم حتى على الشباب واخا عارفين اللي ممكن يموتوا ولكن كيبقاو مصرين على ديك السرعه. فغير هاد يومين واحد الولد من مدينه فاس كيدير حتى هو فيديوهات في السوشيال ميديا دارت الجنازه ديالو واحد البوز من بعد ما تعرف انه مات وهو باقي صغير ومن الفوق مات بسبب الكسيده. في الواقع ديال الطرقان في المغرب اليوم ولا كيخلع ولينا كنسمعوا كل نهار على الكسيده ديال الموطور خلات من موراها حزن وعائله مدمره. 2024 الارقام كانت كارثيه بكاع المقاييس حيت المغرب فات واحد العتبه كانت كتبان مستحيله واللي هي 4000 قتيل في العام. هذا الرقم راه ماشي غير عدد، راه 4024 عائله تشات وضاعت في واحد من ولادها. الصدمه الكبيره هي ان اكثر من 63% من هاد الموتى هما اصحاب المطر، يعني الموتور ولا هو العدو الاول اللي كيحصد الشباب في بلادنا. هاد الحرب الساكته غدا وكتحماط وإلا بقينا هكا هاد النزيف ديال الدم عمره غادي يوقف حيت كلشي ولا كيطير في الطريق وما بقى حد كيحترم قانون السير او ولا كيضرب حساب لحياته ولحياه الناس. الوضعيه في 2025 زادت تأزمت اكثر والشهور الاولين ديال هذا العام بينات باللي الموت مازال كيتسنى الشباب في الدوره. الاحصائيات كتقول بلي عدد القتلى والجرحى اللي حالتهم خطيره زاد بنسبه 21% مقارنه بالعام اللي فات، وهذا الشيء كيوقع اكثر في وسط المدن الكبيره اللي كتعرف الزحام بحال كازا ومراكش وفاس. الملاحظ هو ان الشباب اللي عندهم ما بين 15 و 34 عام هما اللي كيخلصوا الثمن حيت هما الفئه اللي كتركب على المطر بزايد. الدوله كانت حاطه اهداف باش انها تنقص هذا الموت ولكن الواقع كيقول العكس. والفرق بين داكشي اللي حنايا كنتمناو وبين هذا المجزره اللي كنشوفوه في كل قنت هو اللي كيخلينا ندقوا ناقص الخطر ونقولوا باللي السلامه الطرقيه في المغرب خاصها مراجعه كامله ومن الساس ديالها. فسوق المطر في المغرب ولا واحد الهوته اللي كبيره وكيدوروا فيه فلوس بالعران وقيمته اليوم كتقدر بملايين الدولارات. في الموتور ما بقاش غير وسيله ديال التنزه بل ولا مصدر رزق الالاف الشباب اللي كيخدموا في التوصيل والخدمات السريعه. السوق مسيطرين عليه ماركات الشينويه اللي دايره البوز بحال صانيه والدوكر حيت الثمن ديالهم زوين وكيبدا من 9500 درهم وما كيفوتش 15000 درهم في الجديد. بطبيعه الحال كلشي ولا كيقدر يشريه وهذا الرخاء هو اللي غرق الزناقي بالمطر وخلى المنافسه تزيد تشعل بين الشركات. فاش كنهضروا على الشركات اللي حاكمه السوق كنهضروا على لوبيات اللي صحيحه عندها كلمه مسموعه وتاثير كبير. شركات بحال موتوبارك اللي شاده الموزع الرسمي ديال الموطارات في افريقيا كلها، اومو بيكروس اللي مسيطره بماركات بحال تي زي اكس والجيطان والكابيلي. هاد اللوبيات كتدخل في صراعات قويه مع وزاره النقل فاش كتبغي تفرض عليهم قوانين قاصحه بحال القضيه ديال جهاز السبيدومتر اللي كيعبر السرعه الحقيقيه. الشركات كتدافع على المصالح ديالها وما بغاتش تزير المراقبه على الناس، ماشي حيت كيبغيو الخير للناس وانما حيت الا تزاد تزير على الناس العدد ديال الشرايه غادي يقلالو. والسؤال اللي كيجينا هنايا هو علاش بنادم فاش كيركب فوق الموتور كيتبدل وكيولي باغي غير يجري. العلماء قلبوا في هذا الشيء ولقاو باللي السوكان ديال الموتور كيفرز هرمونات ديال النشوه بحال الادرينالين والدوبامين في الدماغ. هاد الهرمونات كيخليو اللي سايق يحس بواحد القوه خياليه وباللي هو حر وطاير في السماء. هاد الشعور كيولي مع الوقت بحال الادمان عكس الطوموبيل اللي كتكون كتحبس بنادم وسط واحد الصندوق ديال الحديد وكتعزلو على الطريق. الموتور كيخليك تحس بالريح وبالارض تحت منك وهاد التخليطه كتخلي الرغبه في السرعه تزيد تكثر حيت كتحس بلي انت اللي متحكم في كل شيء. بزاف ديال الشباب كيشوفوا الموتور وسيله باش يثبتوا راسهم ويحسوا بلي عندهم قيمه وسط المجتمع، وللاسف هاد النشوه كتقدر تسالي في لحظه وكيجي موراها ندم كبير. داكشي علاش انا شخصيا ضد البريباراسيون لانه هو السبب الرئيسي اللي كيخلي المطر في المغرب يتحولوا لقنابل موقوته. الشباب ما بقاش كتكفيهم ديك 50 كيلومتر في الساعه اللي كيخرج بها الموتور من المصنع، فكيمشيو عند ميكانيسيانات حريفيه وكيبدلوا لهم السيلندر الصغير بواحد كبير ديال 110 او 125 سيسي. هاد البريباراسيون كيخلي داك الموتور اللي مصنوع باش يمشي بشويه يولي كيجري ب 120 كيلومتر في الساعه. والمشكل هو ان الفرانات والكادر ديال الموتور ما قادينش على هاد السرعه. هادشي كيخلي اكثر من 43% من حوادث الموت كتكون بسبب المطر المبريباريا. وفاش كتهضر مع الناس وكتقول لهم باللي الا بغيتي السرعه خاصك دير بيرمي وتاخذ موتور كبير كيقول لك لا والدوله حاقره الدرويش وكيبان ليها غير الفقير وديك الهضره الخاويه. قطاع الليفريزون زاد كبر المشكل في الاعوام الاخرى. هاد الدراري الله يحسن هوانهم كيخدموا تحت واحد الضغط كبير ديال شركات التوصيل حيت كل ما وصل الطلبيه دغيا كل ما ربح اكثر. هاد الزربه كتخليهم يديروا مخالفات ديال الموت بحال مثلا انهم يحرقوا الضوء الاحمر اللي صحاب المطر هما موالين الرقم القياسي فيه ب 78% ديال المخالفات. زيد عليها السياقه فوق التروطوارات وما كيلبسوش الكاسك بطريقه صحيحه. وانا بالنسبه لي افضل حل خاصو يدار في هذا الشيء هو ان الدوله تفرض البيرمي على اي واحد عنده موتور، الله يجعله يكون كيمشي غير ب 20 كيلومتر حيت هذا الشيء غيخلي الناس تفهم القانون اكثر وتحترم الطريق وتعرف المخالفات اللي كيتسناوها. والله يهدي الشباب حيت للاسف كيخليو الكبده ديال والديهم محروقه عليهم على وديت شويه السرعه. دوزو.